شلونكم حبايب قلبي؟ رسالة أريد أوجهها للشعب السعودي. أريد مو يسمعها، أريد يفهمها. الله فضل عليكم بنعمة كريمة وببلد آمن، حافظوا عليه. البعض عندهم مشاكل ويا حكام السعودية وأمراء السعودية، ويدعوا لهم بالموت ويدعوا لهم بالسقوط. نفس الشيء كان بالعراق عندنا، كانت عندنا مشاكل ويا الحبربش الداير مداير صدام حسين ويا ولده، فالشعب ما قاتل. تدرون ليش؟ أنا أقول لكم ليش. الشعب راد يشمت بصدام وراد يشمت بولد صدام ويشوفهم مذلولين. هاي الفكرة كانت عند الشعب، بس بعدين اكتشف انه هذا الشيء غلط. 33 دولة احتلت العراق، مو دولة واحدة، مو امريكا وايران، 33 دولة، من ضمنها دول عربية ودول ساهمت، ومع الاسف اقول السعودية كانت منها. فيا اخواني، اللي عنده مشكلة ويا امير ويا اميرة ويا الحاشية الداير مداير الملك وتردون تشمتون بيهم، شيلوا هاي الفكرة. ترى بعدين حالكم يصير حال العراق، تتبهذلون، تتغربون، تنقتلون على الهوية، تنقتلون على الاسم. اسمه عمر، اسمه عثمان، اسمه بكر، اسمه خالد، اسمه مثنى، كل هذول اسماء على الهوية تنقتلون. احنا العراقيين صار بينا هيك. دا اسولف لكم واقع حال. لح يدخل كم واحد يقول السعودية في رجال، السعودية في اسود، نعم يا اخي، العراق هم في رجال وفي اسود وفي ابطال ولحد الان موجودين، بس انت ما قاعد تفهم. اللي حيجيكم غزو فارسي، حدودكم حاليا مع كربلاء والنجف مو عراقية، فارسية. الحرس الثوري الإيراني والتوابين وشراب سليماني جاركم على حدودكم. تدرون أطول ليل بالعالم هو ليل بغداد، وأوحش ليل، لأن ما تدري بأي لحظة رح يداهموك الكلاب وينهشون لحمك وعرضك. ما أريد أدخل تفاصيل، بس ثقوا واعتقدوا حتى بمستشفيات الدولة بداية السقوط بلشوا يطبخون بشر ويوكلوهم للمرضى، بلشوا يشقون أحشاء بشر ويقطعون ولده ويحطوه بأحشائه، بلشوا يقطعون ذكر الرجل ويخيطوه بالعضو التناسلي للمرأة زوجته، بلشوا يمثلون بالجثث، يحرقون البشر أحياء. تدرون ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأن ذولا ما عندهم دين، ذولا لا هم يهود ولا هم نصارى. اليهود والنصارى أهل كتاب أنزل به الله كتاب ورسل، هذولا ما عندهم كتاب، هذولا عبدة نار. وهاي الأعمام اللي لابسيها ترى كذب ودجل، يخدعون بيها بعض الناس السذج. ولا اكو واحد صاحب دين وصاحب غيرة وصاحب مبدأ يرضى هيك يصير بالعراق؟ هذول اللي يحكمون اهل العمايم راضين هيك. تدرون ليش؟ لان قلت لكم ليش. ذولا فرس مجوس، ومن يدخلون السعودية شكو طرق، شكو جسور، شكو مستشفيات، شكو شيء انبنى وبوقت حكام السعودية رح يتدمر. تدرون ليش؟ لأن هذول جايين يدمرون، ما جايين يبنون. وعندكم الدليل، العراق 14 سنة من بنى بيه مدرسة، من بنى بيه مجمع سكني، بيت،
ليش؟ لأن ذولا جايين يدمرون، وفعلا بس دا يدمرون، وبس القتل والتسريب. وكل بيت بيه بلاعة، العراق بيت بيه بلاعة، السعودية بيت بيها بلاعة. رح تظهر هاي البلاعة شو تسوي؟ تدمر السعودية تدمير كامل.